كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم كلكم يا رب. نظرة كده بس على مسلسلات وبرامج رمضان. أنا متعودة ما اسمعش عربي يمكن من 10 سنين ما بتفرجش على مسلسلات، لكن في رمضان بالذات يمكن ليه نكهة خاصة. بحب كده أمر مرور الكرام على المسلسلات بتاعت رمضان، على اعتبار إن هم في رمضان المفروض بيعملوا أحسن حاجات أو أحسن أعمال بتتقدم في رمضان، لأني كنت متعودة زمان على مسلسلات أسامة أنور عكاشة، فكانت بتبقى أفضل مسلسلات بصراحة، وكنا كلنا بنحب نتلم نقعد نتفرج على أي مسلسل رمضاني. بس الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي الوضع اتغير، وعندي حق ان انا ما اتفرجش على اي مسلسلات عربي بصراحة، او افلام او اي حاجة عربي. المسلسلات كلها نفس القصة، نفس الوشوش، نفس كل حاجة. يعني مرورا كده مثلا بالست موناليزا، نفس قصة الزوجة الطيبة الجدعة المقهورة اللي هتنتصر وتاخد حقها في النهاية. يعني كلها كده، وجايه في اول الحلقه مع عمرو اديب وتقول انا قتلت واتجوزت على جوزي، والمفروض انها تكون في السجن، يعني وغير واقعيه بالمره. نيجي مثلا لعلي كلاي، احمد العوضي، نفس الشهامه والطيبه والجدعنه، الراجل اللي ما بيرضاش يقول لمراته انها ما بتخلفش، وهو اللي بيتحمل كل ده، وطبعا هتيجي في الحلقات بعد كده تذله وهيطلقها ويروح للحسناء او للحسنوات اللي مطلعهم معاه في المسلسل، زي رحمة محسن اللي كان ليها فيلم سابق ومش عارفة هي ازاي طلعت معاه، او مين اقنعه انه هو يجيبها في المسلسل، معرفش. مين تاني؟ ياسمين عبد العزيز، نفس البوستر، نفس الوشوش، يمكن نفس الاسم كمان، بس يعني هو من 3 كلمات نفس الاسم. كلها نفس الحكايات المملة. أنا مش بسفه من شغل حد، واللي بيحب فنان على عيني وراسي حبه، بس اعملوا حاجة تليق بالأسرة المصرية. يعني ليه أبو العروسة ده قريب جدا، مش هقول حاجة من حاجات أسامة أنور عكاشة زمان، لكن أبو العروسة ليه نجح؟ لأنه لمس الناس، لأنه دخل جوه البيوت المصرية. منظر الأم وهي مثلا بتحضر جهاز بنتها، وهي بتتكلم عن الطقم الشربات اللي ناقص ولا طقم القهوة، كل الكلام ده في بيوتنا المصرية. انتوا بتعملوا حاجات غير واقعية، صدقوني. الناس مش عايزة ده، الناس عايزة حاجات تلمسهم، الناس عايزة حاجات تكون داخلة جوه البيوت المصرية. احنا مش كلنا عايشين في قصور وفلل ونجوم ساطعة في السماء، لأ. مصر معظمها عشوائيات وناس تحت خط الفقر. انتوا بتحسوا بالناس دي؟ شايفينها؟ المسلسلات اللي انتوا بتعملوها دي تمثل نسبة كام من الشعب المصري؟ كام؟ الحارة اللي فيها الشهم الجدع فين موجود؟ فين ده؟ يعني المناطق الشعبية كلها ناس جدعة وكل حاجة، بس ما هماش فاردين سيطرتهم وقوتهم وعاملين بلطجية. فين الكلام ده؟ اللي بتصوروه في قصور او فيلل او في حالة، او الناس اللي بتصوروها في رفاهية، او بتوع ايجيبت بمعنى اصح، فين الناس دي من الشعب المصري؟ انتوا بتتكلموا مين على مين؟ بتتكلموا على 10%؟ فين 90% الباقيين؟ وبعدين في حاجة كمان، رامز جلال حبيبي، انت مش عايز تقتنع ان احنا عارفين ان البرنامج ده فيك، وان الضيوف اللي انت جايبهم فيك، وان هم عارفين ان هم جايين يتهزقوا بفلوس، وانت كمان كبرت والبرنامج بقى دمه يلطش. انت مش عايز تقتنع ليه ان البرنامج بقى دمه تقيل؟ وللأسف برنامج زي ده متكلف ملايين، يعني كل ضيف بيجي يتهزق ويتمسح بيه الارض بياخد له كام مليون وهو طالع ومبسوط قوي. على فكره الناس هي اللي في ايديها انها تحجم ده، يعني الناس هي اللي في ايديها تقول خلاص احنا مش عايزين نتفرج. فانتوا اللي هتمنعوا البرامج اللي زي دي بجد.
يعني والله العظيم انا رامز ده ما بتفرجش عليه غير كل 10، يعني من 10 15 سنه يمكن حضرت له في حياتي من اول ما ابتدى البرنامج ده، بقى له 16 سنه، يمكن حضرت له سنه. وبعد كده بسمع او اشوف لقطات او الفيسبوك يعرض لقطات، وكل مره بقتنع ان انا صح ان انا ما اتفرجش عليه. يعني مين اللي هيتفرج على برنامج انت متفق معاهم ان هم جايين يمثلوا فقره على الناس وياخدوا فيها فلوس؟ الناس دي بتعمل كده ليه يعني هيتفرجوا عليك ليه؟ هيروحوا يتفرجوا عليك ليه؟ ما هم عارفين ان ده كله كذب وانها كلها تمثيل. معرفش مين بيروح يتفرج على برنامج زي ده عارف ان كله فيك وكله تقليد وكله تمثيل وملايين مصروفه بالهبل، وانا مش لاقي اي داعي للملايين دي تتصرف. ده انتوا لو صرفتوا الملايين دي على عيال محتاجه او ناس مريضه او مستشفيات محتاجه، والله العظيم هتنفعكم اكتر من الكلام ده. هستفاد انا ايه لما تجيب اسماء جلال؟ ولا هستفاد ايه انا لما تجيب اسماء جلال مثلا وتقول لها فستانك ورجلك والمقدمه كلها ايحاءات؟ انا مالي والناس مالها؟ والناس هتتفرج عليها ليه اصلا اذا كان هي قبلت انها يتقال عليها مقدمه زي كده وتيجي البرنامج؟ يبقى الناس هتحترمهم ازاي بعد كده، او هتروح تتفرج عليكم ازاي؟ مش فاهمه. يعني لو خدنا بالنا كده، عبلة كامل من غير ما تطلع في مسلسل ومن غير ما تعمل لجان ومن غير ما تدعي اي حاجه، طلعت بس 5 ثواني في اعلان فودافون، 5 ثواني فقط، وبقت ترند رقم 1 في مصر، عشان ليها رصيد عند الناس يسمح لها بده، عشان الناس بتحبها، عشان أعمالها المحترمة. 5 ثواني بس. يعني دي لو كانت نزلت بعمل في رمضان، حتى لو كانت هتقعد بس كده، الناس هتتفرج عليها وأنا أولهم. فالمهم تفكروا، هل انتوا ليكوا رصيد عند الناس يسمح لكم تقدموا اللي انتوا بتقدموه ده؟ ولا هي فرقيعة كده كانت اللي نجح في مسلسل بقى خلاص هو نجم رقم 1، وانا اللي هنا وانا اللي هناك، واللي نجحت في مسلسل انا بس اللي هنا واللي هناك، ده لو كانت نجحت فيه يعني، لكن كلها الجان شغالة. يعني نفسي تقدموا اعمال تكون فعلا فعلا بتتكلم عن المصريين اللي بجد، مش بتوع ايجيبت. ها